فبنرجع لكينج وهو بيحاول يوصل للكلب المزعج، وده خلى الكلب يجري وبيجري وراه لحد ما وصل للشارع والكلب بيختفي. أخيرا مستشفى يونج بتجيب ممرضة واسمها بويونغ، فبتتكلف كوين بمساعدتها في العمل وبتحكي لها عن الحادث اللي حصل، فبتاخدها للمرضى وبتحكي لها عن حالة كينج بأنه كان في رحلة تخييم للغابة وتاه في الغابة لحد ما نزلت قوات الدفاع المدني واتشخصت حالته بانخفاض حرارة الجسم، وده بسبب المطر ودرجة الحرارة، ولكنه فضل عايش بسبب كلب نام عليه ومنع جسمه يبرد أكتر من اللازم وساعده. أخيرا كينج بيوصل للكلب وبيكون نفسه اللي أنقذه، فبيفتكر اللي حصل وبيقول أنا آسف، والكلب ما قدرش يعيش بسبب إصابة، فبينهار كينج لما بيفتكر. أما الكلب بيكون عاوزه يروح لمتجر الإضاءة. من ناحية تانية بنوصل لوالد الطالبة يو هيون، فبيكلم المستشفى وبيعرف إن حالتها زي ما هي، وبنعرف إن والدتها عملت كل حاجة علشان تنقذها، فبتكون يو هيون